أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من دوري أبطال أوروبا، أو بنقدر نحكي قرعة دوري أبطال أوروبا لدور ال16. هالمرة بحكي وأنا عيني قوية، فريقي متأهل، مش فارقة عندي، فريقي الحمد لله متأهل. ومن بعد 3 سنين مش شايف دور ال16 وصلت لدور ال16 الحمد لله. الأندية اللي تأهلت دور ال16 تنقسم قسمين: قسم اللي تأهل مركز أول، وقسم اللي تأهل مركز ثاني. سبحان الله بدي هي. القسم الأول اللي تأهل كمركز أول هم مانشستر سيتي، ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد، دورتموند، بايرن ميونخ، وارسنال. أما القسم الثاني عندك بيس في ايندهوفن، كوبنهاجن، لايبزيغ، انتر ميلان، باريس سان جيرمان، ومين كمان؟ حلو، وبورتو نابولي. أنا بشوف إنه الأندية تأهلت لمركز أول هي صراحة أندية نخبة. أسهل واحد فيهم برشلونة، شكرا، ما حدش يناقش، يعني أسهل واحد فيهم فعليا برشلونة. أما بالنسبة للأندية المتأهلة كمركز ثاني، أنا بصراحة بشوف في اثنين منهم المفروض يكونوا أول، اللي هم إنتر ميلان وباريس سان جيرمان. نابولي نشوف، نابولي أصلا فريقهم واقع صار هاي الفترة، يعني منتهي، مش فاهم كيف متأهل لهم أساسا. أما نيجي هلا كبرشلوني، مين بتحب تواجه؟ أكيد حقول لك كوبنهاجن، ومش عارف، مش متأكد إذا حنتأهل منه أو لا أساسا يعني. أما بالنسبة لا أول 8 المتأهلين كمركز أول، بيقدروا يتخطوا أي فريق موجود في التصنيف الثاني. بس الإنتر صراحة فريق كثير جيد وممتاز، وبقدم أداء ممتاز في الدوري الإيطالي، فراح يغلب كثير هاي الأندية ممكن يتأهل عنها بكل سهولة. أما أنا كتوقعاتي مين حيواجه مين، يعني هيك بتبخبطها من عندي، بعد ما شفت من الأندية ومين بيقدر يلعب مع هذا ومين بيقدرش يلعب مع هذا، بتبخبطها من عندي. فقرة التوقعات. أنا توقعت إنه برشلونة يكون موضوعها سهل، برشلونة يلعب مع بي اس في، وبايرن ميونخ يلعب مع لاتزيو، ونابولي يخش في دورتموند، يلا، ولايبزيغ يناطح اتلتيكو مدريد. وهون الملحمة، أنا بعرفش ليش هيك توقعتها، بس أنا هيك حاسس. امبابي يلعب في سانتياغو برنابيو، باريس وريال مدريد، وبورتو يلعب مع مانشستر سيتي، سهلة خفيفة لطيفة على السيتي، وكوبنهاجن يلعب مع سوسيداد اللي هو سوسيداد، يعني بيلعب مباريات ممتازة حاليا، والمباراة النار كمان انتر وارسنال، يلا. فانا هيك صراحه بشوف توقعاتي لدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. انتوا شو بتتوقعوا، او شو متوقعين مين يواجه مين؟ اكتبوا في الكومنتات. وبس، هاي كانت حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. سلام.